اللي قدامك ده النجم المصري محمد سلام، وده بيومي فؤاد، وده شخص من الحاخامات اليهودية. محمد سلام كلكم عارفين طبعا اللي هو رفض المشاركة في موسم الرياض اللي بيتعمل كل سنة. بيومي فؤاد طلع وقال الكلام ده. احنا جايين نقدم فننا، احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا. شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيده سعوديه وهي تعلم ان انا مصري، انا بشرف بلدي. من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. رسالتي بس للاستاذ بيومي فؤاد، اولا دي مسرحيه، انت رايح علشان الفلوس، كل حاجه كده انت ما بتشرفش مصر، تمام؟ بس احنا بنتكلم عن ان اخواتنا بتتضرب في فلسطين وانتوا رايحين تمثلوا وتضحكوا وتضحكوا الناس. انت رحت للمسرحية ورحت موسم الرياض والموضوع بتاع محمد سلام خلص، ليه بتفتحه تاني؟ ده اعلن تضامنه مع فلسطين والشعب الفلسطيني، وكمان مش عاجبه اللي بيحصل للشعب الفلسطيني في غزة. تخيل ان دول عاملين مظاهرات بينصروا فيها القضية الفلسطينية. ليه بتهاجموا محمد سلام؟ محمد سلام المصريين كلهم بقوا يحبوه، ودي حاجة كويسة جدا. محمد سلام على راسنا. من موقع هذا بقول له بحبك يا هدرس. وبالمناسبة محمد سلام لا غلط في التمثيل، لا سأل أي حد، ما اتكلمش على الناس اللي شاركت، ما جابش سيرتهم، تمام؟ الراجل قال أنا ما أقدرش أروح أمثل وأضحك الناس واخواتي في فلسطين بيموتوا. وفؤاد طلع وقال لك احنا مش جايين عشان نضحك الناس. امال انت جاي تعمل ايه؟ رسالة فن مصري ايه اللي انت جاي تقدمه؟ بعلن تضامني مع القضية الفلسطينية، وربنا يحفظكم شعب فلسطين وينصركم بإذن الله ويحفظكم إن شاء الله. ربنا يحميكم، ربنا يلعن أي شخص قادر إن هو يوقف اللي بيحصل في فلسطين وما عملش ده. سلام.